السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا شباب؟ ربنا يكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما في كل مكان. من أكتر الشيوخ اللي أنا بصراحة بحب أسمعها في القرآن الشيخ محمد جبريل. وبعد كده بقى يعني في برضه بقى الشيخ عباس عبد الصمد والمنشاوي وعبد الجليل تقريبا. الشيوخ دي بقى برضه بسمع لها عادي، يعني برضه صوتها بيعجبني جدا. ولكن أنا أكتر شيخ سمعت له صراحة في القرآن هو الشيخ محمد جبريل، لأن أنا بحس إن هو يعني بيحكي قصة كده، أو بيبقى أحس إن أنا فاهم الكلام أو فاهم معنى الآيات بطريقة قراءته للقرآن يعني. فده أكتر، وأنا بحب أفهم، يعني بحب إن أنا لما أجي أسمع القرآن أحب إن أنا أبقى عارف معنى كده كويس، أو الكلام يبقى واضح كده عارف، كأنه بيحكي لك قصة كده يعني، فبتبقى فاهم. فأنا بحس ده مع الشيخ محمد جبريل بس، فأكتر حد بحبه. أبقى مع الشيوخ التانية كويسة، ما أنا عارف الشيوخ التانية كلها كويسة، ولكن الشيخ ما بيجي يقرأ القرآن فممكن يقول لك آية ويعيدها مرة ويعيدها تاني، ويقول لك كلمة ويعيدها مرة ويعيدها تاني، فأنت بتبقى نسيت الآية اللي قبلها أو نسيت الآية اللي بعدها. فدوت بيخليك انت بتسمع الآية بشكل صحيح، بشكل فيه صوت جميل وصوت كويس، ولكن انت ما انتش فاهم يعني المعلومة كاملة او التربيط. لكن الشيخ محمد جبريل لما بيجي يقرأ القرآن فبيقرأ الآية كلها او بيقرأ بشكل متواصل، فبيخليك قادر انك تربط المعلومات بدماغك وقادر انك تفهم. ده بالنسبة لي انا بصراحة. لكن بقية الشيوخ كلها صوتها جميل جدا، ولكن في حالة ان انا اكون ان انا فاهم كويس الصورة دي بتتكلم عن ايه، وفاهم الآية دي بتتكلم عن ايه، فا اسمع بقى عباسط، واسمع منشاوي، اسمع الشيوخ بقى اللي هي صوتها اصلا كويس وجميل جدا، ولكن مش بتقول بشكل متواصل، بتبدع في الصوت كده، بتخليك انك مستمتع وانت بتسمع الكلام دوت بالصوت ده بس. ف اسمع الشيخ محمد جبريل. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.